يا جدعان اقسم بالله انا لحد دلوقتي مش قادر استوعب ازاي الكرة دي محمد الشناوي ما صدهاش. والله العظيم انا ما قادر استوعب الكرة وهي بتعدي من قدام اشرف داري. انا قلت اشرف داري بعد كده خلاص اكيد 100%، لقيت ايد الشناوي اصلا محطوطه قدام الكرة، بقول خلاص مره واحده الكرة جول. طب ازاي، منين، امتى، ايه اللي حصل؟ مش عارف. ده اولا. ثانيا انا لحد دلوقتي برضو مش قادر استوعب ليه اكرم توفيق وكوكا اللي لعبوا هما الاثنين الباكات في الماتش ده. انا قلت البديهي والطبيعي جدا ان الراجل هيلعب بمحمد هاني وهيلعب بكريم الدبيس. لو هو هيخاف شويه هيرجع ورا شويه، خلاص يا عم هيسحب واحد من الاثنين دول ويحط واحد تاني، سواء كان هيشيل هاني ويحط اكرم او يشيل كريم الدبيس ويحط كوكا. طب يا عم بدات بالاثنين، قلت خلاص والله العظيم ما فتحت بقي الاقي لك امام عاشور بيلعب نص ملعب. يا اسطى ما انت عندك 30,000 لاعب بيلعبوا نص ملعب، حط اي حد فيهم، لان انت نفسك عارف ان امام عاشور في نص الملعب ما بيديش 20% من امام عاشور في الجناح. امام عاشور في الجناح عالمي يا جدعان، عالمي. اخر فتره امام عاشور هداف الفريق بسبب ان هو بيلعب جناح. الماتش شغال والدنيا شغاله واحنا كاسبين 1-0، لقيت مين اللي واقف؟ لقيت ديبيس ولقيت وسام ابو علي. قلت تقريبا هيسحب الشحات. المهم يعني ان هو هيخلي ناحيه الشمال هيلعب كريم الدبيس ويخش كوكا في نص الملعب يبقى 6، وامام عاشور المفروض انه يزق قدام شويه. لقيته بقى يا باشا ما عملش كده خالص، وخلى كريم الدبيس بيلعب جناح اساسا، وساب كوكا لسه زي ما هو باك، وساب اكرم زي ما هو، والدنيا جميله وزي الفل، مفيش اي حاجه خالص، ولا في اي حاجه اتغيرت ولا في اي حاجه حصلت. نزل ناصر منسي عمل الروشنه بتاعته وهوب عمل الكوره وبنتاج جاب الجول. مش عارف اقول مين السبب، بس انا شايف ان مفيش سبب لاي حاجه بتحصل الا كولر.